معانا الورقة اللي احنا قربنا نقطعها خلاص، لان يعني حالة من الركود، يعني مش ركود، يعني الاخبار كلها للاسف يمكن ما تسرش، ولكن هنعمل ايه؟ هو موسم واضح انه هيكون صعب من اوله وهنشوف هيحصل فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام ودي قناة الميتشات. ركود ونوم وهدوء تام تام تام، وزي ما بقولها اللي هو هدوء ما قبل العاصفة، ولا شكلها حالة نوم وسبات عميق اليوفنتوس يغط فيه. يمكن في حالة ركود عام في السوق الأوروبي كله، يمكن بسبب الدخول السعودية أو الأندية السعودية في صفقات كبيرة جدا. يعني شفنا سافيتش وكوليبالي راحوا الهلال، وكأن الهلال بالتخصص يعني في صفقات اليوفنتوس اللي كان المفروض يعملها دمرها عليه يعني. والاتحاد والنصر، يعني احنا قاعدين نسمع كل الأندية السعودية يمكن بتعمل صفقات كبيرة جدا، وده يمكن أصاب السوق الأوروبي كله بحالة من نقول يعني الشلل أو الركود. كل الوكلاء وكل الأندية مستنين عروض مغريه من الانديه السعوديه، بالتالي في حاله من الركود العام في السوق الاوروبي كله. ولكن الموضوع بزياده جدا 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 مع اليوفنتوس، وخاصه ان اليوفنتوس عنده لسته كبيره جدا للتصريف، مراكز كتير عايزه تدعيم. يمكن زي ما دايما متعودين نبدا بالرسميات الاول. مفيش حاجه رسميا حصلت غير جون تولي اللي احنا كنا مستنيين رسميا يتم التعاقد معاه. فعلا تم التعاقد الرسمي معاه، وان شاء الله يكون تقديمه بكره. النهارده 2/17 صباحا. احنا هنتكلم على اخر المستجدات لغايه التاريخ ده. معرفش بقى من هنا لغايه ما اخلص مونتاج الحلقه وانزلها هل في جديد هيحصل ولا لا، زي ما انا متعود بقول لكم علشان نبقى متفقين. رسميا راح علينا ميلينكوفيتش سافيتش، راح الهلال السعودي خلاص. ورسميا ريزي الظهير الايسر لامبولي راح فيورنتينا رسميا. جماهير كتير من اليوفنتوس كانوا مستنيينهم لتدعيم الفريق، طاروا في الهوا شاشي رسميا. برضو في لسته طلعت، طبعا مش لسته رسميه ولكن لسته طلع فيها اسامي كتير أليجري مش هيعتمد عليها الموسم ده. يمكن الاسم الابرز كان بونوتشي، وخبر كبير طلع ان بونوتشي تم ابلاغه ان انت خارج الفريق، ويعني لازم يدور على فريق تاني، او يعني هيبقى خارج السكواد، حتى مش مسافر امريكا، ويعني مش هيعتمد عليه حتى لو فضل في النادي. الموضوع ده يعني زي ما ممكن بقول في ناس كتير من اليوفنتيني هيكونوا فرحانين، ما فيش حد زعلان على بونوتشي. ناس كتير بتعتبره خاين ان هو ساب الفريق وراح الميلان، ولكن يظل برضو الطريقه غريبه شويه، وتدل على ان الموضوع شخصي برضو شويه. ناس كتير بتتكلم الموضوع فني، يعني لو هو فني المفروض ان انت تجيب بديله وبعدين تمشيه، زي مثلا الكساندرو مثلا ولا حاجه. ولكن الغريبه لم يتم ذكر لاعب زي الكساندرو ولا روجاني ولا ديتشيليو، يعني يتم الاعتماد عليهم، لم يتم التعامل معهم بنفس الطريقه. ولكن هو ده المتوقع الموسم ده. يمكن كتبتها على تويتر، واضح الاداره يعني في تسليم شديد لأليجري يعمل ما بداله. يمكن هنتكلم نخش على الكلام بقى التقيل، الكلام الغريب اللي حصل الايام اللي فاتت، ولكن تسليم شديد لأليجري ان هو يعمل ما بداله. مفيش اي حاجه هو عايزها، واضح لحد دلوقتي كل اللي هو عايزه بيتم تلبيه جميع طلباته، سواء في اختيارات لعيبه، سواء ان مين يمشي مين يقعد. يعني لحد دلوقتي واضح ان بيتم تصريف كل ما يمكن تصريفه، مش على مزاج أليجري، حتى لو مش على مزاجه مش فنيا، يعني لو حتى فنيا عاليين، ولكن يعني زي ما بنتكلم على كيزا وفلاوفيتش في كلام ان هم خارجين، ويمكن لسه هنتكلم يعني، فمش هنسبق الاحداث. ولكن قال الموضوع ده ان الاداره فعلا ثقه تامه وعمياء، ويعني مسلمه الليله كلها والدفه والكلام ده، ولا ان الاداره بتقول له مالكش حجه، او في اتفاق ضمني ان انت السنه دي او الامور لم تنصلح، انت يعني مالكش فلوس عندي على رأي عادل امام، مالكش ولا مليم، وان انت تمشي بدون اي كومبنسيشن او اي ترضيه. الله اعلم، هو ده اللي هنشوفه. لكن لحد دلوقتي انا مش شايف اي تغيير عن سكواد السيزون اللي فات، يمكن اسوأ. طبعا مش عايز استعجل الحكم، دايما بحكم في اخر الميركاتو، ولكن الامور لحد دلوقتي يمكن الصفقه الرسميه الجديده هو تيموثي ويا، وهو معوض لكوادرادو اللي احنا هنتكلم عنه. طبعا الخبرين الكبار، هنبدا الاول بالخبر الاساسي لان مترتب عليه الخبر اللي الثاني اللي هو بتاع امبارح بتاع كوادرادو. الخبر الاساسي طبعا يمكن الناس كلها سمعت عن موضوع لوكاكو لليوفنتوس، كلام ان المفروض لوكاكو قال ان هو مش هيلعب غير للانتر في ايطاليا. يمكن اتسال في لقاءات تلفزيونيه قبل كده بالرسميا كده بالمباشر، يعني لو في المستقبل هل ينفع تلعب للميلان او لليوفنتوس، فقعد قال ماي او نيفر، يعني او لا يمكن ان هو يلعب في اليوفنتوس ولا في الميلان. ولكن الامور بتتغير وبتختلف، واحنا دلوقتي سامعين كلام انا بصراحه مستغربه، ان لوكاكو سمعنا ان هو ما بيردش على انتر ولا مدير الانتر ولا الوكيل بتاعه ولا المحامي بتاعه بيرد عليهم، ومش عارف في شركه الراعيه اللي كانت مسؤوله عن انتقالاته بتاعت جاي زي، كلام كتير قوي على ان هو قفل قفله واحده. انا حقيقي مش فاهم ليه، وان حتى عنده عروض من السعوديه ولكن هو منتظر اليوفنتوس، وان فقط منتظر ان فلاوفيتش يمضي او في حته تانية او يسيب اليوفنتوس، ولكن الاتفاق موجود مع تشيلسي على 40 مليون، وان في اتفاق مع لوكاكو كلام من اول 8 و9
و10 و11 و12، سمعنا كل الارقام دي، ولكن يعني الرينج بنتكلم في حوالي 10 مليون في الموسم. وحتى انا كيوفنتينو مش فاهمها قوي، يعني كانه فجاه بقى عاقد العزم على التعاقد وفقط مع اليوفنتوس ومستنيه ومش عايز يجي اليوفنتوس وما بيردش على الانتر. انا مش فاهم يعني، لدرجه التفسير الوحيد اللي بالنسبه لي هو معروف ان لوكاكو يعني قضى احلى ايام حياته في الانتر مع كونتي، وكان انطونيو كونتي هو سبب اساسا مجيئه للانتر ويعني طلع احسن ما فيه. فقعد اقول طب هل عنده علم ان مثلا كونتي ممكن يكون مدرب القادم لليوفنتوس فمستنيه مثلا؟ كلام ان أليجري عايزه، أليجري مش عايز فلاوفيتش. واضح ان طبعا الموضوع لا يخفى عن اي حد ان في لعيبه كتيره مش على وفاق مع أليجري، على راسهم فلاوفيتش وعلى راسهم كييزا واخرين. مع طبعا ان تكتيكيا هو يعني واضح ان الموسمين اللي فاتوا يعني ما اداش بشكل جيد مع تكتيك أليجري او نظام أليجري، لو هنسميه نظام او تكتيك. وفي نفس الوقت كمان في نقطه تانية مهمه، ان يمكن ده الاسيت الاكبر او راس المال الاكبر من اللاعبين اللي ممكن يجيب فلوس. يعني واضح ان الاداره عشان الموازنه بتاعت النادي، فيعني في بعض اللاعبين سيتم التضحيه بيهم، في بعض اللاعبين المطروحين للتضحيه بيهم على راسهم فلاوفيتش، لان ده ممكن يجيب لك اكبر رقم. ففي كلام ان يعني زي ما نقول ايه، النقطتين مع بعض يزقوا فلاوفيتش بره النادي. من ناحيه تانية أليجري عايز لوكاكو، مهاجم يعني قوي البنيه ويمكن يبقى محطه بعد الكلام ان هو ممكن يفيد اكتر من فلاوفيتش في اليوفنتوس. طبعا الله اعلم، ممكن طبعا يعني خبره اكبر وممكن يكون في افاده لليوفنتوس، ولكن حق ربنا ان انا اضحي بمهاجم عنده 23 سنه، عنده مستقبل كبير، عنده بوتنشال كبير. يوفنتينو بيحب النادي علشان اجيب مهاجم 30 سنه يعني واساسا جاي من الانتر. انا بصراحه ربنا صفقه غريبه جدا بالنسبه لي وكل اطرافها مش مفهومه بالنسبه لي من اليوفنتوس ولا حتى من لوكاكو. يعني انا مش فاهم حتى لوكاكو عايز. وزي ما بقول جايز يكون هو عنده علم. يعني في بعض الاخبار بتقول ان جون تولي كلم كونتي عشان يساله على لوكاكو. انا طبعا ما اعرفش، الله اعلم الاخبار دي صحيحه ولا لا، ولكن العقده على المصادر، ولكن انا بنقل وبقول ان المصادر دي جايز تكون يعني غير صحيحه قوي. في كلام تاني ان لوكاكو نفسه كلم كونتي وبيقول له يعني ما فيش اي عروض في السعوديه ان هو ممكن يتبعوا للسعوديه، ان هم الاثنين يكونوا في نادي واحد في السعوديه. الله اعلم الكلام ده صحيح ولا لا، ولكن هو الخلاصه ان من الجليه ومن الواضح ان لوكاكو فقط ينتظر خروج فلاوفيتش علشان يكون في اليوفنتوس. وده الله اعلم بقى فعلا هيتم كده، هل ممكن يكون في تطورات الفتره القادمه للانديه السعوديه، لان لسه هنتكلم ان على فلاوفيتش كانت الامور ماشيه ان هو ممكن الاسبوع ده يروح باريس سان جيرمان. كلام ان في عرض 80 مليون 90 مليون 80 مليون وبونص يوصلوا 90، المهم بفرنج 80 90 مليون ممكن يوصلوا من باريس سان جيرمان لفلاوفيتش. ولكن امبارح كان في يافطه كده ان جماهير باريس سان جيرمان الالتراس بتهدد فلاوفيتش ان هو لو جه مش عارف يقطعوا له صوابعه علشان اعترافه بكوسوفو. المهم يعني الله اعلم الموضوع ده يكون مؤثر ولا لا، ولكن كلام ان باريس سان جيرمان هو كان الاقرب في المحادثه. تم الاتفاق مع اللاعب تقريبا على راتب 9 مليون، في كلام 10 مليون 10 مليون وبونص. الله اعلم الصفقه نفسها هتكلف باريس سان جيرمان من 80 90 مليون، ممكن معاها بونص الله أعلم. فهي في الخلاصه يعني اليوفنتوس عايز لوكاكو وفوقيهم يكون فيها 40 50 مليون زياده، ولكن الراتب اللي معروض على لوكاكو هيكون اعلى. المفروض ان فلاوفيتش تقريبا بياخد معانا حوالي 7 مليون او 6 مليون وشويه على ما اعتقد، يعني انا مش مراجع، ولكن اقل رقم سامعينه عن لوكاكو ان هو هيكون 8 و9 مليون في الموسم، ده غير البونص. في الموضوع يعني انا بصراحه صفقه اغرب ما يكون. انا شخصيا مش عايز لوكاكو بصراحه ربنا، كنت عايز الوضع يبقى كما هو، ولكن ساعات بقول يعني اذا كان، وده اللي في الغالب ان كده كده لابد ولا مفر من خروج فلاوفيتش خلاص، فبدل ما يكون عندنا المهاجم الرئيسي مويسكين، اعتقد ان لوكاكو هيكون طبعا ابجريد عن مويسكين. ولكن في المجمل هي صفقه لا تنال الرضا، هي صفقه غريبه شويه، هل هتتم ولا لا الله اعلم. صفقه عليها علامات استفهام كبير من طرف اليوفنتوس ومن طرف لوكاكو نفسه. انا مش فاهم هو دماغه فيها ايه، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجايه. وزي ما بقول جايز يكون عنده علم اي مطب الاليجري هيقع فيه هيكون مثلا كونتي مكانه. هل فعلا انطونيو كونتي نفسه عنده علم زي ده؟ الله اعلم، الدنيا هتبين. ولكن الخلاصه ان احنا كلنا في انتظار، في اي لحظه ممكن نسمع خبر خروج فلاوفيتش لباريس سان جيرمان. كان في محاولات انه يروح تشيلسي، كلام عن توتنهام، بايرن ميونخ بعد ما كان الكلام زايد قوي قل جدا، ولكن الله اعلم ايه اللي في الاخر هيحصل. انا شايف ان حتى من الانديه اللي محتاجه مهاجمين ممكن ريال مدريد، ولو ان ريال مدريد دلوقتي اظن تركيزه كله منصب على مبابي. كلام ان اساسا باريس سان جيرمان لن يقدم على موضوع فلاوفيتش غير لما يعمل مبابي. يعني هي عامله زي سلسله من النادي مستني التاني، يعني اليوفنتوس مستني باريس سان جيرمان يبيع مبابي لريال مدريد علشان يبيع لهم فلاوفيتش، وبالتالي تشيلسي
اليوفي يقدر ان هو يتفاوض مع اليوفنتوس على لوكاكو ويخلص معاه. دايره مرتبطه ببعض، الله اعلم فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا، ده اللي موجود في الاخبار. هنشوف ايه اللي هيحصل، لان في كلام ان الاسبوع اللي جاي على طول ممكن يكون في حراك اكتر شويه، لان خلي بالكم ان خلاص تقريبا من الاسبوع القادم هتبتدي بقى المباريات الوديه والتحضيرات، لان خلاص الموسم يعني 3 4 ما كان مش هنكمل 4 اسابيع ومفروض يكون بادئ، وهنشوف الامور هتمشي ازاي. ولكن هو ده قصه فلاوفيتش ولوكاكو. الموضوع علقه بظلاله امبارح كانت مفاجاه، ومش مفاجاه قوي لان برضه عشان نكون صراحه ان مونبلانو اللي الناس كتير بتتكلم عليه ان هو غير موثوق، كان اشار من بدري على ان في تفاوض بين الانتر وبين كوادرادو. لكن امبارح دي مارتسيو وسكاي سبورتس ما تلاقيهم بعد كده اغلب الصحفيين فابريزيو رومانو ويعني اغلب الصحفيين الموثوق فيهم طلعوا خبر ان كوادرادو للانتر خلاص تمت فيه فيربال اجريمنت او في اتفاق شفهي، فاضل بس الفحص الطبي والامضاء ان هو يمضي معاهم عقد لمده سنوات. بصراحه برضو يعني هو الموضوع ليه شقين. اول ما سمعت الخبر ان الانتر بيحاول بقى يعني بيرد الصفعه او رد موجع لصفقه لوكاكو المرتقبه والمحتمل ان يعني ايه هتاخد لوكاكو هناخد كوادرادو، ولو ان يعني بصراحه يعني بالشفا يعني لابسه تمام. يعني كوادرادو في النهايه الحق ربنا كان اخر كام موسم كانت قراراته سيئه جدا في الملعب، خلاص حتى الحاله البدنيه هو كان بيعتمد على حالته البدنيه بشكل كبير بقت منخفضه جدا، خلاص ما بقاش كوادرادو القديم. حتى كوادرادو القديم مش كل الناس مقتنعه فيه، ولكن هو حتى كوادرادو القديم اللي كان يعني ليه بعض الصوالات والجولات ابتدى يعني مش هو ده كوادرادو. فانا بصراحه صفقه برضو غريبه جدا من الانتر، يعني ما اعرفش يعني ايه اللي اتهفوا في علوم ولا هو اللي عندي ورث الكفر. يعني عندنا في اليوفنتوس عايزين كوادرادو خدوا كوادرادو ما فيش مشكله خالص. وبرضو صفقه غريبه جدا من كوادرادو، يعني زي ما بقول هو قراراته غريبه داخل الملعب وخارج الملعب. يعني انت اساسا هتبيع تاريخك في النادي، يعني كل سنين ما لعبت في اليوفنتوس وحب الجماهير والكلام اللذيذ ده انت رشقت الانتر ده، يعني يمكن تقريبا اكتر نادي كوادرادو جاب فيه جوان هو الانتر يعني. ولكن انت ضحيت بده كله عشان عقد سنه واحده يعني، وحتى يعني تقريبا الارقام ضعيفه يعني مش مثلا رايح السعوديه ياخد مبلغ وقدره. يعني انا بصراحه مستغرب حتى كوادرادو. ممكن كلام ان هو عايز يقعد في ايطاليا ولسه مبسوط قاعد في ايطاليا، بس يعني كنت روح روما حتى يعني. لكن الانتر يعني غريبه شويه برضو من كوادرادو، وهي صفقه يعني بصراحه لم يتهزش فينا شيء يعني يروح كوادرادو. يعني ما اظنش ان في اي يوفنتينو هيكون زعلان، هو ممكن يبقى واخد على خاطره شويه ان ما كانش العشم مع كوادرادو، بس خلاص يعني الامور دي شفناها كتير، هي ما بقتش فارقه كتير. يعني انا بالنسبه لي انا كيوفنتينو استغربت كوادرادو، يعني طبعا هي زي نقطه سوداء في تاريخه بالنسبه لنا، ولكن خلاص يعني بالشفاء على الانتر. انا شايف ان كوادرادو مجهوده قل بشكل كبير، ويعني ما اعرفش انا حاسس ان برضو الانتر لبسه في الاخر. طبعا ناس كتير بتتكلم على جونتولي وان شكلنا اشترينا الترماي وان جونتولي ما عملش حاجه وان جونتولي اوت. الراجل لسه ما لحقش يعني يشتغل، وانا شخصيا شايف ان هو شغله رسميا ممكن مش هيبدا غير بخروج أليجري. يعني هو حاليا واضح ان وظيفته اشباع رغبات أليجري كلها، يعني واضح ان جايه تعليمات من فوق، اي حاجه الباشا يطلبها تعملها له. يعني ده واضح ان ده التعليمات اللي ماشيه لحد دلوقتي. وزي ما بقول هل عن قناعه ان هو بقى أليجري هو ده الرجل الصحيح في المكان الصحيح، ولا عن ان ما يكونش على حيطتنا غبار علشان ما يكونش في اي حاجه مستقبليه ان احنا عملنا لك كل اللي انت عايزه في المقابل ما اديتناش اللي احنا عايزينه، فبالتالي يعني تقدر تمشي من غير تعويضات. هل في اتفاق على كده؟ الله اعلم. دي تكهنات مني مش اخبار، ما فيش مصدر ولا في اي حد اتكلم على الموضوع ده، ولكن دي تكهنات مني او احساس مني، لان تسليم غير طبيعي لأليجري يعمل ما بداله حتى في الاختيارات. يعني في كلام حتى في موضوع المهاجم ان في مهاجم اللي هو جوناثان كندي ده يعني جونتولي مفضله، ولكن أليجري عايز لوكاكو، ففي الغالب هيتم التوجه لوكاكو على حسب رغبه أليجري. انا مش عارف الامور هتمشي ازاي، ولكن اعتقد لسه بدري الحكم على جونتولي علشان احنا آفة المجتمع حاليا الاستعجال، وخاصة الاستعجال في الحكم. ويمكن قلت على الموضوع ده في حلقة قبل كده في الحلقات الاجتماعية، ولكن انا مش هحكم لا على الإدارة حاليا غير على آخر شغلها في الميركاتو. يعني هندردش مع بعض زي ما متعودين لغاية ما الميركاتو يخلص، ونقيم في الآخر الميركاتو عامل ازاي وتوقعات الموسم الجديد. لكن حتى الآن لو هنتكلم اون سبوت مفيش تغييرات كتير. يعني هو رسميا كوادرادو مشي، جه بداله تيموثيو، ده يمكن صفقة الموسم حتى الآن. فهنشوف ايه اللي هيحصل، ولسه بدري بقى عن الحكم على جونتولي. احنا للتذكره اول سنه ماروتا برضو كان معانا ديلنيري تقريبا قبل ما يجي كونتي. يعني في سنه كده قعدناها مع ديلنيري بنشوف الوضع ايه، وبعدين جبنا انطونيو كونتي، وبعديها بدانا السايكل بنجاح الحمد لله. فجايز يكون دي سنه زي استكشافيه لجونتولي، يشوف الاوضاع الفريق فعلا محتاج ايه، يكون في تاسيس للموسم القادم، او جايز يكون في تغيير قبل الموسم القادم. يعني انا عندي توقع ان أليجري لو الموسم من الاول كان فيه انحراف
حاد زي ما حصل الموسم ده، اعتقد مش هيكون في سكوت كتير يعني. اعتقد لان خلاص يعني زي ما نقول بقى التالتة تابتة يعني، خلاص موسمين في الضياع، كل موسم قاعدين نقول حجة. اول موسم اللي هو لسه الراجل جاي وبيستكشف، الموسم اللي بعديه ابتدى كان في الصفقات اللي هو عايزها، ويمكن قلتها في تغريده يعني كان دوناروما جاي اليوفنتوس، هو لا بلاش، عايز تشازني، وتشازني تسبب في كوارث ساعتها. بعد كده في اول موسم ليه طلب احسن مهاجم في الدوري، جاله ساعتها فلافيتش، وكان في كلام انه طالبه بالاسم، عايز مهاجم راس حربه، وطلب فلافيتش بالاسم. فلافيتش دلوقتي دينا شايفين ان هو بيحاول التخلص منه. زكريا تم التعاقد بناء على رغبته ان هو كان عايز خط وسط، ولا ابدا استعداده ليه برضه ادينا شايفين هو عامل ازاي. وكان عايز ريجيستا بدل روفيلا، جابوا له باريدس، قال لك انا مش محتاج قلب دفاع تاني، عندي دانيلو هقلبه قلب دفاع. يعني كل اختياراته هو اللي يتحملها. لغايه دلوقتي الاختيارات الله اعلم يعني الموسم القادم هيكون في تغيير ولا لا. يعني السكواد لحد دلوقتي اعتقد ان هو زي ما هو، يمكن اضعف، ويمكن الانقسامات باينه زياده. زي ما قلت مثلا واحد زي بونوتشي خلاص تم تبليغه، ان حتى الناس اللي كانوا عاملين شغب او بعض الانقسامات بيتم التخلص منهم لعيون وخاطر أليجري. فهنشوف بقى يعني ساعتها اديت ما اديتش، مع السلامه. اعتقد ده تفكير الاداره، لان زي ما بقول تسليم تام هذا الموسم. وزي ما بقول جون تولي مش هيتم الحكم عليه غير مع شويه صبر بقى. يعني نشوف في الاول كل ده في السي في بتاعه، ولكن يعني حتى ماروتا بدايته معانا كان في شويه صفقات تعبانه جدا، وكانت سنه ديلنيري سنه سودا لغايه ما جه انطونيو كونتي. هل التاريخ هيعيد نفسه؟ الله اعلم، ادينا هنشوف. دي دردشه رقم 3 عن الميركاتو، اتمنى تكون كانت خفيفه ولذيذه على الجميع. قبل ما تمشوا ما تنسوش تبصوا على بقيه الفيديوهات في القناه، مش بس عن اليوفنتوس او عن الكوره، هي اساسا الطب بشكل مبسط، وطب العيون بالتحديد، وحاجات كتيره بعيده عن الطب. بصوا على قوائم في القناه، رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ربنا يدينا العمر والصحه، ونتقابل على خير اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.